بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا طبعا يا جماعة عملة النص جنيه أو 50 قرش مدينة العلمين الجديدة. مدينة العلمين الجديدة يا جماعة فيها أخطاء برضو بسك العملة زي ما حضراتكم شايفين. هنوضح لكم دلوقتي الحاجات اللي هي فيها أخطاء بالنسبة لسك العملة دي. احنا هنا معانا عملتين اتنين زي ما حضراتكم شايفين. هجيب بس حاجة اشاور لكم بيها، معلش. هنا معانا عملتين اتنين. طبعا احنا هنعد هنا الشبابيك اللي هي بالنسبة للبرج ده والبرج ده، لو عديتوا دول هتلاقيهم 6، لو عديتوا دول هتلاقيهم 5 و5، واللي فوق في البرج 6 و6. ده اول طبعا خطأ بالنسبة لهذه العملة. وطبعا الخطأ التاني ان هو بالنسبة للفتحات بتاعة البرج ده او البرج ده ضيقة جدا، بالنسبة لدول واسعين جدا جدا زي ما انتم شايفين. ده تاني خطأ. الخطأ التالت بالنسبة للزجزاج ده يا جماعة، الاتنين اللي ورا بعض دول والخط ده هنا واسعين واللي فوق ضيقين زي ما حضراتكم شايفين، بالنسبة للزجزاج اللي فوق وبالنسبة للزجزاج اللي تحت. طبعا العملة دي يعني فيها الخطأ ده بس فقط لا غير. ولكن الكلمة ذات نفسها بقى الجديدة اهي، مدينة العلمين الجديدة. شفت الته مربوطة واصلة لغاية فين؟ هنا الته مربوطة واصلة مش مكملة لغاية البرج الأخير زي ما حضراتكم شايفين. وبالنسبة للميم هنا بتاعت مدينة العلمين. طبعا الأخطاء دي يا جماعة شائعة طبعا، بس ده طبعا خطأ واضح جدا جدا، مش حكاية بقى ان هو بقى ايه خطأ في الصك ذات نفسه. لا، ده هي بص يعني الطباعة ذات نفسها ما جابتش اللي احنا بنقول عليه او اللي هو مدرك بالعملة. طبعا يا ريت تعملوا لنا لايك للقناة واشتراك فضلا وليس امرا، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يوصلكم كل جديد. ومتشكرين على متابعة الفيديو للآخر، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.